السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، والنهاردة جاية لكم فيديو جديد وأكلة كده شتوية تدفي، وهي يعني حلاوتها في الشتاء أكتر من الصيف بصراحة. فأول حاجة كده جبت معاكم بصلتين وقرن فلفل وضربتهم كده في الكبة، وهنروح بقى كده على البوتاجاز، هحط شوية زيت وهنزل بالبصل فيهم، وهابتدي ان انا اشوح البصل لحد ما يدبل، يعني مش عايزاه يصفر ولا كده. هو انا هنا كنت نسيته شوية فكان بدأ يصفر مني، بس انا بحب البصلاية في الوصفة دي يعني تدبل. هفضل بقى كده اشوح فيها لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. انا في الوقت ده كنت عايزة خلاص انزل بالصلصة عليها، بس قلت استنى دقيقة كده كمان، فغفلت بقى عنها شوية. وصلت للون اللي انتوا شايفينه ده، يعني هي كانت خلاص على بداية ان هي تصفر خالص. فحطيت بقى معاكم فصين توم، والتوم في الوصفة دي اختياري، يعني اللي مش حابب يحط توم ما يحطش. ونزلت بمعلقة صلصة معلبة، وهبتدي بقى اشوح البصل كده مع الصلصة. وبعد كده هنزل معاكم بصلصة من اللي انا كنت مفرزاها في الفريزر، وهقلب بقى وهغطي عليها، وهسيب الصلصة دي كده تتسبك مع بعضها. كان عندي بقى الخضرة، وهروح برضو افرمها في الكبة. انا مش بقطعها على ايدي، دايما عادي بفرمها في الكبة. زي ما انتم شايفين بقى كده قطعت الخضرة وهبتدي افرمها. انا مش عايزاها فرم ناعم قوي، يعني تبقى حلوة كده، ولا هي ناعمة بزيادة ولا هي كبيرة. التقطيع يعني زي ما نكون بنقطعها على ايدينا، تقطيع ناعم شوية. بس كده فرمتها، وهرجع بقى معاكم على البوتاجاز تاني. كانت خلاص الصلصة هنا اتسبكت، كان فاضل حتة كده صغيرة هتفك من الصلصة وتبقى كده تمام. هنزل بقى معاكم بالرز بتاع الخلطة. احنا النهاردة هنعمل مع بعض محشي. ده كان حوالي نص كيلو رز، نزلت بيه كده على الصلصة، وهبتدي ان انا اقلبه واسيبه يتشرب من الصلصة كده دقيقة او اتنين. وبعد كده هنزل معاكم اخر حاجة بالخضرة. وانا لما بنزل بالخضرة على التسبيكة بتاعتي بكون طفيت النار خلاص، علشان الخضرة يعني لونها ما يغيرش معايا وتسود. زي ما انتم شايفين كده هقلبها. هنا بقى كنت حسيت ان الخضرة يعني قليلة شوية، هبهر بقى معاكم وهجيب خضرة كانت عندي في الفريزر. انا كان في مرة عندي خضار يعني خضرة فقطعتها، وكان عندي كمان نعناع اخضر، ففرمته كده فرم ناعم وحطيته مع الخضرة، وقسمتهم في اكياس وشلتهم في الفريزر، بينفعوني قوي. انا على تسبيكة المحشي ما بحطش غير ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة ونعناع، بس نعناع ناشف بقى معظم الوقت. بس انا لما حطيت مع الخضرة اللي انتوا شايفينها دي كان عندي اصلا نعناع اخضر، فقلت يعني هيبقى حلو معاها وكده، تمام. هنا بقى كده خلاص كنت خلصت التسبيكة بتاعتي وزي الفل. هروح بقى معاكم كده هنحط مية سخنة مع بعض، وهسيبها بقى تغلي كده ثواني، وهنزل معاكم بالفراخ، وهحط المنكهات بتاعتي كده في الشوربة، وهسيبها بقى تغلي كده على نار هادية. نزلت معاكم ببصلاية وطماطماية، وبحط فلفل اسود وملح وبس، ما بحطش اكتر من كده، وحبهان ولورا.
بس كده حطيت كل المنكهات بتاعتي، هاسيبها بقى كده تستوي على نار هادية مع نفسها، وهاروح أنا أبتدي أقوّر المحشي بتاعي. أنا الفلفل ده أنا طبيعي باعمل في المحشي الفلفل الكُبّي، بس كنت دُقت الفلفل ده يعني قبل كده عند حد فعجبني أوي، فأول مرّة أعمله بصراحة، بس حسيت إن أنا ما عرفتش أحشيه قد كده، أو أنا كنت محتاجة فلفل يكون أكبر من كده، أتخن يعني من كده علشان أعرف أحشيه كويس، فهنشوف مع بعض، بس هو في الآخر يعني طعمه طلع حلو أوي ما شاء الله، وأنا حبيته بصراحة، حبيته أكتر من الكُبّي في المحاشي يعني. ونضفته بقى بإني ابتديت أشيل كده الحتة اللي من فوق دي، وبعد كده كنت باشيل القلب بتاعه، بانفّض البذر منه وخلاص مش باعمل حاجة أكتر من كده، وهنا كنت باشيل الجزء اللي من فوق ده في الكوسة عشان أبتدي أقورها. أنا عندي بقى مقورة باطلّع بيها القلب، والتانية باكمّل بيها كده الأطراف، يعني باشيل بيها من الأطراف كده. عايزاكم بقى تعذروني، عارفة إن صوتي في الفيديو النهارده هيكون مكتوم أوي، بس أنا امبارح كنت باقول لكم إن أنا يعني داخل عليَّ برد وكده، كنت باقول لكم ادعوا لي كتير إنه ما يزيدش عليَّ وإني أخف منه بسرعة، بس للأسف زاد عليَّ. أنا النهارده مش عارفة آخد نفسي، ده كاتمني بقى وكاتم صوتي وكده، فالحمد لله على كل حال يعني، ربنا يشفي كل مريض. ابتديت بقى كده إن أنا أقوّر معاكم الكوسة. انا في العادي بعمل شكل كده للكوسة من بره، بس انا النهاردة نسيت خالص، يعني كنت واقفة تعبانة قوي، فكنت عايزة اخلص بصراحة، فما افتكرتش خالص بقى ان انا اعمل لها الشكل اللي انا بحب اعمله لها كده من بره، واظبطها اكتر. يعني الحمد لله، وفي الاخر هي ما شاء الله طلع طعمها حلو قوي وزي الفل يعني. زي ما انتم شايفين بقى كده بشيل بالمقورة التانية القلب، وبعد كده برجع اشيل الاطراف، وهنا برضو هشيل بقى الجزء اللي من فوق ده في البتنجان، وهقوره زي ما بقور الكوسة بالظبط. هشيل بالمقورة اللي هي زي ملفوفة من تحت دي كده، لو انتوا واخدين بالكم من شكلها، بشيل بيها القلب، وبعد كده برضو هرجع اشيل اللحمة من الاطراف بتاعة البتنجان. عايزة اقول لكم ان انا من الناس اللي بتعز المحشي قوي وبتحبه قوي قوي، باحبه بكل أنواعه، يعني ممكن أقل نوع فيه أكون باحبه يكون مثلًا الكوسة، بعديه مثلًا البتنجان، بس أنا في العموم باحبهم وباكلهم يعني، اللي هو أنا باقول لكم بافضّل إيه عن إيه الأول يعني. بس طبعًا الtop عندي في المحشي ورق العنب والكرنب، أنا باحبهم، باموت فيهم، فباحبهم جدًا. وأنا صغيرة كنت باحب محشي الفلفل جدًا، جدًا، جدًا. لمّا كبرت يعني باحبه وكل حاجة، بس حاسة إن أنا يعني إيه، بقيت بافضّل كده الخضار التاني عنه يعني في المحشي. قولوا لي بقى مين زيي كده. بس بصراحة يعني يوم المحشي ده باكون كده مبسوطة من جوايا كده إن أنا النهارده بقى هاعمل محشي، أو مثلًا رايحة عند ماما وهتعمل لنا محشي، فبابقى مبسوطة جدًا. كفاية كده ريحته في البيت بتبقى حاجة كده ما شاء الله حلوة قوي. وكمان هو أكلة شتوية بحتة يعني، احنا لما بنعمله في الصيف يعني بنعمله في الصيف ني في ني اكتر من ان احنا نسبكله او كده. وساعات برضو بنسبكله بصراحة، يعني حسب كده المزاج ساعتها، بس انا بفضل ان احنا في الصيف نعمل التسبيكة بتاعته يعني تكون ني في ني، وده بيكون كده احسن واخف يعني مع الحر. لكن في الشتا لا طبعا نسبك له بيبقى طعمه تحفة كمان، فبيبقى حلو قوي. مين زي برضو كده، مين بيحب يسبك للمحشي في الشتا وفي الصيف يعمله ني في ني؟ هنا بقى كنت خلاص خلصت ورحت وغسلت الخضار، وجيت بقى كده ابتديت احشي معاكم، ومعروف ان حشو المحشي يعني ايدينا بتتبهدل، فبصراحة من اكتر الحاجات اللي بتضايقني.
بصوا زي ما انتم شايفين بقى كده كنت بحاول ان انا احشي الرز وادخله كده لجوه. بس ما برضه هو ما كانش يعني مديني الفرصة. تقريبا كنت عايزة بقى بعد كده لما اجي اشتري منه اشتري اضخم فلفلاية في الفلفل ده، علشان اعرف احشيها وتبقى حلوة معايا في الحشو. بس كده هبتدي بقى احشي معاكم كل الكمية دي، ورغم ان انا واقفة وتعبانة ومش قادرة اخد نفسي اصلا عشان اعمل اي حاجة زيادة، بس هيتفضل مني رز للأسف كتير. فبصراحة انا مش بحب اشيل الرز ابدا في الفريزر. باحس بعد كده ان انا لما باطلعه احشي بيه بيبقى متكسر كده ومش بيستوي بسهولة، مش بيبقى حلو. فكان عندي كده في الفريزر الكرنب اللي انا فرزته معاكم من كام يوم، فطلعت باكت كده وابتديت بقى ان انا اعمله معاكم. قلت يلا بقى ما بديهاش عشان ابقى عملت تقريبا كل انواع المحشي ما عدا ورق العنب. حد يعرف لسه في ورق عنب في السوق ولا لأ؟ يعني لو حد جاب ورق عنب قريب من السوق يقولي ان هو موجود ولا لا. هكمل معاكم بقى حشو الكمية كلها. وانا كنت بعد الكمية دي رحت طلعت بقى زي ما قلتلكوا كده كرنب من الفريزر. بس انا لما بكون مفرزة كرنب بطلعه على مية سخنة، بنزله في المية يعني اقل من دقيقة اللي هو يفك كده. وبعد كده باخده بقى ابتدي ان انا احشيه، علشان بحس ان الكرنب اللي متفرز في الفريزر بيكون لو طلع كده وسبته يفك بالسقوعية بتاعته وبعد كده حشيته بحس الورق بصراحة مش بيستوي كويس. فبحب كده ان انا وانا بسلقه الاول قبل ما اقطعه ما اسلقهوش قوي، عشان اعمل حساب ان انا بحب لما اطلعه من الفريزر انزله في مية سخنة تاني، فاكيد هيستوي سوا زيادة تاني فما يكونش بقى مهري مني. فالاول بسلقه كده سلقة يعني ما تكونش قوية قوي عليه، وبعد كده بقطعه واشيله. لما اجي بقى خلاص هحشيه بطلعه على مية سخنة، هو بياخد سوا زايد شوية وببتدي ان انا احشيه. بحس بقى ان الورق كده استوى وبيكون طعمه حلو. لكن لما جربت اطلعه من الفريزر على طول واحشيه كنت بحس بصراحة ان لا، الورق مش بيستوي كويس ومش بيبقى حلو. هنا بقى ابتديت كده معاكو احشي الكرنب. حشيت كده على قد ما قدرت لحد الرز ما خلص معايا. وعملت يعني دي اصغر حلة عندي بصراحة، وانا مرضتش اكتر عن كده علشان يعني ما يتفضلش محشي كتير بقى وكده. مع ان انا عادي المحشي لو بيت من الاكلات اللي باكلها عادي وهو بايت فما عنديش مشكلة معاه يعني. بس بحس ان احنا لو فتحنا في المحشي وعملنا كمية ممكن نقعد ناكل منها كام يوم، فانا مش بحب كده. انا اخري في الاكلة مثلا هاكل النهاردة منها وهاكل بكرة منها، ما اكلش اليوم التالت عشان خلاص يعني بكون نفسي مش جاية معاها خالص. هقول لكم تاني بقى اعذروا صوتي علشان انا يعني بحاول على قد ما اقدر اكون بحاول اتكلم يعني كويس، بس حقيقي نفسي وصدري مقفولين خالص. فادعوا لي كده بالشفا، واسفه ليكوا بقى يعني استحملوني كده اليومين دول لحد البرد ما يروح من عندي، لان انا شخص لما بيجيله برد للاسف بيطول معاه شويتين. ادعوا لي. وبجد يا جماعة خلوا بالكم من نفسكم قوي. الجو ده عايز كده نبقى دايما مخليين بالنا من نفسنا ومخليين بالنا من المناعة بتاعتنا، ونشرب حاجات سخنة كتير. وانا بقول لكم نشرب حاجات سخنة كتير وانا ما بشربش حاجات سخنة وما بحبهاش. انا مش بحب اليانسون ومش بحب الليمون السخن ومش بحب كل الحاجات دي، ولو شربت منها مرة ما بعرفش اشرب منها تاني. طبعا ده برضو مش بيساعدني يعني اني اخلص من البرد بسرعة. فادعولي كده بالشفا وربنا يشفي كل مريض يا رب. زي ما انتم شايفين بقى كده عمالة عايزة اخلص معاكم كمية الكرنب. انا هنا كنت واقفة والله تعبانة جدا، بس بقول معلش بقى لازم اخلص الاكل. فكنت بحاول كده انجز على قد ما اقدر.
هنا بقى كنت خلصت معاكم كده الكرنب زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وهبتدي بقى احط العقد بتاعهم. انا الكرنب بحط له لحد يعني نص الصفة الأخيرة كده أو زي يعني أو يعني مش بغطيها زي ما انتم شايفين كده، الصفة الأخيرة بيكون نصها باين. وللخضار بحط نص الحلة تقريبا كده أو تلتها، لا تلت الحلة شوربة. فأنا هنا الفراخ اللي أنا سلقتها معاكو اخدت الشوربة بتاعتها وسويت بيها المحشي، وكان طعمه حلو جدا والله ما شاء الله. وبس كده هو ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. هسيب بقى المحشي يستوي وهروح كده اعمل معاكو آه، خلطة علشان ادهن بيها الفراخ. خدت معلقة صلصة صغيرة وحطيت عليها فلفل اسود وملح وكاري كده بسيط قوي ونقطة دبس رمان وشوية زيت، وهبتدي بقى اني اقلبها كده وادهن معاكم الفراخ بيها. هقلبها بقى كويس وهدهن معاكم الفراخ وهدخلها الفرن كده تاخد وش. وتعالوا بقى بعد ما ادخلها الفرن شوفوا معايا شكل الاكل. انا كنت هاكل لوحدي فهتلاقوا في الاخر كده يعني غرفت ليا لوحدي. كان جوزي لسه ما جاش من الشغل يعني، وانا كان لازم بقى اكل علشان اخد المضاد الحيوي بتاعي. عملت كده طبق لنفسي واتغديت انا. وتعالوا بقى كده نشوف الفراخ لما طلعت من الفرن. شايفين كانت حلوة قوي وانا بحب احمرها للدرجة دي. وده كان شكل الاكل بتاعي. كان طعمه حلو جدا والمحشي كان كله مستوي حلو جدا. وبس كده الفيديو بتاعي خلص. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.